السلام عليكم، أتمنى تكونوا بألف خير. هعمل معاكم النهاردة أحلى فطاير بعجينة ما حصلتش. عجينة هشة وطرية زي القطن، حاجة كده خفيفة للفطار أو العشاء. تنفع كمان لأولادنا في اللانش بوكس المدارس. تقدروا تعملوها بكميات وتحفظوها بالفريزر على قد التسخين. هعرفكم ازاي تعملوها بطريقة ناجحة وبلون موحد، بطريقة سهلة ومكونات بسيطة. أول حاجة هحتاجها 850 جرام دقيق مخبوزات أو جميع الأغراض، حوالي 7 كوبايات زائد معلقة صغيرة. هضيف عليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر، كمان معلقتين كبار ممسوحين من الخميرة الفورية. وأهم حاجة تكونوا متأكدين إن الخميرة نشطة. هاخد كل المكونات دي وأضيفها في البول اللي هعجن فيها. بعد كده هزود 4 معالق كبار من اللبن البودرة حوالي 40 جرام، وكمان 3 معالق كبار من السكر حوالي 60 جرام. الكمية دي مظبوطة جدا وملهاش أي علاقة سواء كانت بقى المعجنات لحلو أو مالح، ومبيظهرش في الطعم إطلاقا. هو بيحسن من طعم الدقيق، يعني بيخلي طعم اللقمة كده حلو حتى من غير أي حشوات. هحتاج كمان من 500 ل 520 مللي مية دافية، وكمان تقدروا تضيفوا الحليب بدل المية وتستغنوا عن اللبن البودرة بالوصفة، يعني كله متاح بالوصفة والنتيجة بتبقى واحدة يا جماعة. نص كوباية من الزيت هضيف نصه والنص التاني بالآخر لتنعيم العجين. شغلت العجين على أول سرعة لحد ما كل المكونات اختلطت مع بعض. بعد كده نزلت بباقي كمية المية، وهنا طبعا أنا كمية المية مبحطهاش مرة واحدة، بحطها بالتدريج علشان كل دقيق بيختلف عن التاني لامتصاص وللسوائل، وعلشان كمان منرجعش نضيف دقيق تاني لو المية زادت. كمان ضفت معلقة صغيرة من الملح وباقي كمية الزيت. مجرد ما تحطوا الزيت هتلاحظوا إن العجين بدأ كده يتقطع، وده طبيعي جدا وعادي. مجرد ما العجين يتخدم ويتعجن كويس هيندمج تاني وهيبقى قطعة واحدة بالشكل ده. زودت السرعة على 3 وسبت العجان حوالي 7 دقايق، وطبعا أهم حاجة يتعجن كويس جدا، يعني سواء هتعجنه بإيديكوا أو بالعجان. وده كان شكله قوام العجين. العجينة طرية جدا بتلزق على خفيف بالإيد. أهم حاجة ما تزودوش أي دقيق، كده العجينة مظبوطة جدا. مجرد ما يختمر والجلوتين يقوى التلزيقة دي هتروح تماما. بعد كده هحطها في طبق مدهون زيت وأغطيها وأسيبها تختمر في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها. نيجي بقى على التوبنجز اللي هنستخدمه الفطاير. تقدروا تستخدموا أي نوع جبنة عندكم، سواء جبنة بيضة، فيتا، حلوم، شيدر، وأي خضار تفضلوه موجود عندكم في التلاجة. أنا استخدمت جبنة بيضة ملح خفيف، ضايفة عليها شوية بقدونس مفرومين ناعم، وكمان جبنة رومي وموتزاريلا وزيتون وفلفل ألوان. أخدت بقى العجينة بعد ما اختمرت وبقت بالجمال ده. حرفيا يا جماعة كانت زي القطمة في ايدي، ملمسها كان تحفة. هاخد العجين زي ما هو كده واعمل فتحة في النص لحد ما تبقى زي حبة الدونات، بس دونات كبيرة قوي. جربوها هتسهل عليكم وانتوا بتقطعوا العجين. قطعتها قطع متساوية، قطعة كانت 75 جرام، حجمها بصراحة كان مناسب جدا. تقدروا تعملوها من 60 ل 75 جرام، وده حسب رغبة كل واحد. بعد كده كل قطعة وزنتها، قفلتها كويس قوي وعملتها على شكل دائري زي ما هو موضح بالفيديو. أهم حاجة راعوا إنكم تغطوا العجين أثناء التقطيع، وده علشان نحافظ على ملمس العجينة وما يعملش أي قشرة. بعد كده أخدت أول قطعة عملتها وضغطت عليها شوية، ما سبتهاش زي ما هي علشان لسه هتختمر، يعني يكون في نسبة وتناسب بين العجينة والجبنة اللي هنضيفها، وكل قطمة تبقى مليانة جبنة وما تكونش فاضية. بعد ما خلصت كل الكمية غطيتها وسبتها 5 دقايق علشان العجينة ترتاح. أنا هنا بقى ضغطت في نص الفطيرة باستخدام قاعدة الكاس، وعلشان الكاس ما يلزقش بالعجينة قصيت كيس تلاجة قطع صغيرة قوي واستخدمتها زي ما موضح ليكم كده بالظبط. طيب لو حسيتوا وانتوا شغالين ان العجينة ارتفعت تاني من النص، فده عادي، ارجعوا اضغطوها تاني. كل اللي فيها ان العجينة ما ارتاحتش كفاية. بعد كده عملت ثقوب بالشوكة بالشكل ده، وده علشان الفطيرة ما ترتفعش وتحافظ على الجبنة. بدأت أول حاجة بالجبنة الموتزاريلا وضغطت عليها عشان المكان يستوعب باقي كمية الجبنة. فما تتخضوش، الكمية مناسبة جدا، لسه الجبنة هتسيح وحجمها هيقل عن كده. بعد كده ضفت الجبنة البيضاء بالبقدونس، الجبنة الرومي، وبأخير شوية من الجبنة الموتزاريلا. ميكس الجبن ده تحفة قوي، وإضافة البقدونس مميزة والملح مظبوط جدا وحاجة كده في منتهى اللذيذة. آخر حاجة ضفتها الزيتون والفلفل الألوان. بعد كده سبت الفطاير تخمر في مكان دافي، أخدت حوالي نص ساعة. وقبل التسوية مباشرة دهنت وشها بالحليب ورشة من حبة البركة والسمسم. التسوية كانت في فرن ساخن مسبقا على الرف التاني من أسفل الفرن، أول 5 دقايق على أعلى درجة، وبعد كده قللت درجة الحرارة ل200.
هتاخد من 12 ل15 دقيقة وهتبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. وأهم حاجة لازم تتغطى بفوطة بعد ما تخرج من الفرن علشان تفضل الفطاير محتفظة بطراوتها. قبل ما انهي معاكم الفيديو تعالى اقول لكم على بعض النقاط الحصرية والأساسية لأي معجنات. أول حاجة، المخبوزات لازم تتخبز في صواني من غير حواف أو بحواف منخفضة زي اللي بالفيديو كده بالظبط، وده عشان نسمح للحرارة إنها تتوزع بالتساوي على المخبوزات من جميع الجهات، وبكده هناخد اللون الموحد في أقل وقت. يعني ما ينفعش نخبزها في صواني كيك، هتاخد لون من فوق ومن القاعدة والجوانب هتفضل زي ما هي. تاني حاجة، لازم تدوا فرصة للعجين إنه يختمر خمر كامل، بعد كده هتقطعوه وتسيبوه يرتاح. وآخر حاجة التشكيل، وطبعا هيختمر تاني قبل الخبز، وبكده العجين اختمر 3 مرات. الحركة دي بتنشط وبتقوي الجلوتين، فبالتالي المخبوزات هتبقى طرية لفترة طويلة. تالت حاجة، السكر محسن طبيعي مهم جدا ولا غنى عنه. لكل 100 جرام دقيق 10 جرام من السكر، حوالي معلقة صغيرة. يعني كيلو الدقيق بياخد 100 جرام من السكر، وكل المخابز شغالة على كده. أنا بعملها كده لما الفطاير بتبقى سادة. أما لو زي وصفة النهاردة بقلل نسبة السكر حوالي 20 جرام، والطعم كمان بيبقى مظبوط. جربوا الخطوات دي وإن شاء الله هتبقوا أساتذة في المخبوزات حتى لو انتم لسه مبتدئين. خلصت وصفة النهاردة وده كان قوام الفطاير تاني يوم. بصراحة كنت قصدها عشان أوريكم قد إيه كانت طرية وهشة زي القطن حتى من غير تسخين. وكمان الفيديو ده كان متصور بالشتا، تخيلوا. اعملوها بقى وقدموها مع كوباية شاي وبس كده. أتمنى أكون أفدتكم النهاردة. كانت معاكم أمل عبد العاطي، أشوفكم على خير.